تخيل ان القطعة الصغيرة دي في نظر اغلب الناس مجرد بوردة الكترونية عادية، ممكن تنور لمبة، تتحكم في مروحة، تعمل بيها سيستم ذكي للبيت. بس الحقيقة ان الاي اس بي 32 اقوى بكتير من شكلها خالص. القطعة دي جواها بروسيسور واي فاي وبلوتوث، يعني حرفيا كمبيوتر قزم تقدر تبرمجه يعمل اللي انت عاوزه. في ناس بتستخدمها في البيوت الذكية، يقيدوا النور بالموبايل، يتابعوا درجات الحرارة، أو حتى يتحكموا في أجهزة البيت كلها عن بعد. في ناس بتستخدمها في الزراعة الذكية أو مشاريع تتبع جي بي إس تراكنج، وبعض الناس بتستخدمها في الإنذار والأمان. وده بالظبط اللي بخلاها مكسرة الدنيا، ومن أكتر القطع المنتشرة ما بين الهواة والمحترفين. بس اللي أغلب الناس ما تعرفوش إن نفس القطعة اللي بتساعدك تبني مشاريع تفيدك ممكن كمان تتبرمج وتستخدم في اختبار اختراق الشبكات وابحاث السايبر سيكيورتي. وهنا يجي سؤال: ازاي حته بورده بالحجم ده تقدر تعمل حاجات اكبر مليون مره من حجمها؟ وايه استخداماتها السريه اللي خلتها اشهر من النار على العالم وسط الهاكر ومهندسين الشبكات؟ ده بالظبط اللي هنعرفه في الجزء الجاي. اشترك في القناه وصلي على النبي. الجزء الاول قلت لك ان البورده الصغيره دي بتعمل حاجات غريبه في امن الشبكات وفي الامن السيبراني. تعالوا بقى نعرف ازاي حته البتاع دي بتعمل كل ده. السر كله في الكارت الرابح اللي معاه، المعالج بتاعها واللي مدمج معاه واي فاي وبلوتوث في نفس الوقت. وبسبب الامكانيات دي المبرمجين قدروا يبرمجوها ويعملوا بقى اختبار اختراق، يعني من الاخر بيختبروا بيها قوه حمايه شبكتك عشان يعرفوا ثغراتها قبل ما حد غريب يستغلها. الاي اس بي 32 تقدر تتحول لجهاز فحص محمول في جيبك، تقدر تلقط الاشارات، تحلل البيانات اللي طايره في الجو، او حتى تعمل نقطه اتصال واي فاي بنفس اسم شبكتك بالظبط عشان يختبروا مدى وعي الموظفين او المستخدمين لو حد حاول يخدعهم. ومش بس كده، القطعه دي بتقدر تعمل هجمات قطع الاتصال، وده تكنيك بيستخدمه المحترفين علشان يختبروا قدرة الشبكة على تحمل الطوارئ، عن طريق انها تفصل الأجهزة المتصلة بالواي فاي مؤقتا عشان يشوفوا السيستم هيتصرف ازاي وهيقدر يحمي نفسه ويرد الهجوم ولا. يعني حرفيا القطعة اللي شكلها غلبان دي عبارة عن مختبر أمن سيبراني كامل بحجم علبة كبريت. وطبعا كل الإمكانيات دي معمولة علشان المطورين يطوروا من حماية الشبكات. إنك عشان تحمي بيتك أو شركتك لازم تفكر بنفس طريقة اللي بيحاول يخترقك. وفي النهاية الاي اس بي اثبتت ان القوة مش في الحجم، القوة في الكود البرمجي اللي هتكتبه جواه. وعشان ما يبقاش كل كلامنا نظري، فالفيديو الجاي هشارك معاكم تجربتي وانا ببرمجها وازاي قدرت اخليها تطلع 20 شبكة واي فاي سبام في نفس اللحظة. فعشان ما نحرقش كتير، استنى الفيديو الجاي وصلي على النبي.